السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه ام جيهان. نتمنىكم تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم السفه بالشعريه باضافه واحد الخليط اللي كيزيدها للضو مذاق وكتجي فتيه وزوينه بزاف. اللي داقه عندكم غادي نسولكم اشنو السر اللي زايدين فيها. وبالنسبه للبنات المبتدئات غادي نوريكم كيفاش تيادوا السفه ديالكم. الا كان عندكم الكسكاس صغير بلا ما تعجل ليكم ولا حتى شي حاجه كتجي مفرزه حبه على اختها. بسم الله على بركة الله. عندي هنايا كيلو ديال الشعرية. انا خدمت بهاد النوعية هادي، نتوما اي ماركة كتبغيوها خدموا بها، غير هو هادي الصراحة كنفضلها انا، كتجي حسن حيت الشعيرات ديالها رقاق وما كتعجن ما حتى شي حاجة. صافي هنايا فرغتها في واحد القصرية هادي، وغادا ناخذ وغادا ندير عليها واحد الكمية ديال الزيت. ما تكثروش الزيت بزاف. صافي نحاولوا نلبسوها مزيان بداك الزيت وغير بشويه نخدموها، ما نضغطوش عليها باش ما دوك الشعيرات ديالنا ما يتهرسوش. انا هنايا راه غير مزربه الكاميرا واحد شويه. هاد السفه هادي غادا نقترحها عليكم بالطريقه التقليديه في الطياب ديالها. اللي بغات الطريقه اللي هي سريعه غادا نخلي لكم الرابط ديال الفيديو ديال السفه سريعه كتوجد بالزربه في صندوق الوصف. اللي بغات تشوفوا تقادوا بديك الطريقه تقادها. صافي بحال هكا غادا نحاول نلبس ليها الزيت مزيان، ما تخليو حتى شي حاجه بلا ما ديروا ليها الزيت باش ما تعجنش ليكم. صافي انا في هذا الوقت هذا راني درت داك القفال كيف ما كنقولوا الكسكاس، درت غير بلاستيكه. صافي وغادا ندير غير نص ديال الكميه في الكسكاس، ما غاداش ندير الكميه كلها. نحطوها ونحاولوا باش غادي نقادوها باش يهز لينا اكثر ما يمكن الكسكاس. انا عندي كسكاس غير صغير صراحه، ما عنديش كسكاس اللي هو كبير. داكشي علاش قلت غادا نشارك معكم هاد الوصفه هادي بالاخص البنات المبتدئات باش ما يعكزوش يقادوا الشعريه هادي السفه اللي كانت عندهم الكسكاس صغير. هنايا في واحد البرمه درت كميه ديال الماء، ديروا كميه تكون معقوله قد ما كان الماء عالي قد ما بالزربه كتطلع لنا التفويره. درت فيه واحد طريف ديال الحامض وواحد شويه الملح باش ما تكحلش ليا البرمه من الداخل. صافي وغادا نديرو فوق البوطه وغادا نخليه حتى كيبدا يطلع فيه الفار. ملي كنحس بالفار بدا طالع ها نتوما غادا ناخذ الغلاقه ديال الكسكاس وغادا ندير فيها واحد السربيته بحال هكا اولا واحد الثوب ولا منديل اللي يكون نقي ما يكونش كيطلق شي خمله ولا شي حاجه. صافي وغادا نخليها حتى تطلع فيها التفويره، نحسب لها واحد 20 حتى 25 دقيقه. عاد نحيدها من فوق البوطه حتى كتطلع فيها التفويره مزيان. هنايا بالنسبه لذاك الدجاج اللي رافقته معاها خديت كميه ديال الدجاج، درت معاها البصله، درت الخرقوم معلق، شويه ديال العطريه ديال اللحم، شويه القرفه، سكينجبير غلبته واحد شويه على العطريه الاخرى، شويه البزار، شويه الملح، عويد ديال القرفه، وطريف ديال الحامض مصير وشويه ديال السمن. صافي غادا ندير المكونات كلهم فوق داك الدجاج وغادا نزيد واحد شويه ديال الزيت نباتيه، تقريبا واحد الربع ديال الكاس، ما نكثروش بزاف الزيت. وغادا ندير تقريبا نفس الكميه ديال زيت العود. صافي غادا ناخذ وغادا نخلط المكونات مزيان حتى كيبان ليا داك الدجاج تلبس بديك العطريه. والبصله قطعوها تكون رقيقه مزيان باش طيب ليكم في الوقت. مع الدجاج زعما ملي طيب الدجاج حتى هي طيب، الا قطعتوها غليظه ما غاداش طيب لكم مزيان وما غاداش يجي الشكل ديالها زوين. صافي غادا ناخذ وغادا نغطيها بالغلاقه ديالها وغادا نديرها فوق البوطه. هنايا بعد ما طلعت ليا التفويره مزيان كيف ما قلت لكم، صافي غادا نفرغ هذيك الكميه اللي طلعت فيها التفويره وغادا ناخذ وغادا ندير الكميه الاخرى اللي بقات. غير هو ضروري هاد التفويره الاولى نركز عليها بزاف، تخليوها حتى كطلع فيها التفويره مزيان. من بعد ما كطلع التفويره كنحسبوا على الاقل 20 ولا 25 دقيقه، عاد كنحيدوها من فوق البوطه باش ما تعجنش لينا بالمره. صافي دابا غادا ندير هاد الكميه هادي حتى هي بنفس الطريقه. غادا نغطي الكسكاس وغادا نحطو فوق البرمه وغادا نخليه حتى تطلع فيه التفويره مزيان. وغادا ناخذ ديك الكميه اللي فرغت من قبل، فكيتها غير واحد شويه وغادا نسقيها بالماء بارد من روبيني. درت ديك الزلافه درت فيها الماء ونحاولوا نفكوها غير بشويه بشويه وما نكتروش الماء في الاول، نديرو غير القياس وصافي. صافي بهذه الطريقه هذه كيكون داك الماء مجموع في ديك الجهه كيف ما كتشوفوا. كنبقى كنحط فيه ديك الشعريه حتى كتشرب ليا مزيان داك الماء. صافي وغادا نخليها على جنب ونخليها على ما طلعت ليا التفويره في الكميه الاخرى اللي درت. صافي هنايا بعد ما تشربات ليا مزيان درت واحد الكميه ديال الزيت، غير كميه اللي هي قليله تقريبا معلقه ديال الزيت، ما ديروش بزاف ديال الزيت باش ما تجيكمش هاد السفه هذه فيها الزيت كثير وكتجي كتقهم ما تتكالش.
صافي هنايا جمعتها في الجنب باش غادا نفرغ الكميه اللي درتها في الكسكاس. هنا راه طلعت فيها التفويره مزيان، ها نتوما كيف ما كتشوفوا. غادا نفرغها في داك الجنب وصافي، وغادا نحيد داكشي اللي كيبقى لاصق في الكسكاس. انا هنايا الصراحه نسيت ما دهنتش الكسكاس في الاول بالزيت. نتوما خذوه دهنوه بشويه ديال الزيت عاد بداو تخدموا فيه باش ما تلصقش لكم ديك الشعريه بمره. انا حتى دابا كندير في المونتاج عاد رديت البال. صافي غادا ناخذ ديك الشعريه اللي درتها شربات الماء مزيان، غادا نديرها في الكسكاس وغادا نغطيها وغادا نحطها فوق البرمه ونخليها حتى تطلع فيها التفويره مزيان. صافي وغادا ناخذ ديك الشعريه اللي حطيت حتى هي بنفس الطريقه، غادا ناخذها وغادا نفككها مزيان وندير عليها الماء. الماء الصراحه ما عبرتش باش غنعطيكم القياس 100%. المهم عينكم ميزانكم ما تكثروش الماء بزاف، ديروا غير بشويه حتى كتبان لكم تشربات. صافي بهذه الطريقه هذه هانتوما نحاولوا ندخلوا ليها الماء غير بشويه بشويه. واللي بغات بحال هكا تاخذها وتكب عليها الماء طيب في الكسكاس وتخليها حتى تصفى من داك الماء وتفرغها في القصريه وتفك حتى هي كتجي زوينه. غير انا الكسكاس كيف ما شفتوا راه كيكون كميه حاطاها وكميه باغا نديرها طيب. نتوما الا درتو كميه قل من هذه اولا كان عندكم الكسكاس كبير غادي نديروا الكميه كلها، وملي غادي تنزلوها من فوق البرمه غادي تاخذوا الماء طيب وتكبوه عليها حتى هي كطيب بالزربه. صافي هنايا غادا ندير هداك النص الاول اللي طلعت فيه التفويره الاولى، دابا هذه التفويره الثانيه. صافي غادا نديرو فوق البوطه حتى غادا تطلع فيه التفويره مزيان. صافي هنايا فرغته حتى هو في القصريه بعد ما فار مزيان. نتمنى تكونوا متبعين معايا مزيان، ما كثرتش عليكم مقوت تفويره ما تفويره. صافي دابا غادا نشركهم بجوج. خديت هذيك الكميه اللي كبيت المره الثانيه، دابا هذه ثاني تفويره. صافي غادا ندير ليه الماء وغادا نفككو مزيان، راه ما كتعجن ما حتى شي حاجه كيف ما كتشوفوا معايا. كناخذ الماء غير من الروبيني وكنكبو عليها. صافي بهذه الطريقه هذه. دابا غادا ناخذ وغادا نشرك الشعريه مع بعضياتها اللي فورتها في الاول واللي فورتها من بعد. وغادا ناخذ هنا واحد الكميه ديال الملحه اللي تكون مزيانه باش ما تجيناش هاد السفه ديال النبات، لان ما كتعجبنيش ديك الحلاوه بوحدها بلا سكر ما كتكونش زوينه. صافي وغادا نخلطها مزيان. هانتوما دابا راه تشربات داك الماء مزيان وخلطت فيها الملحه. هنايا خديت واحد الكميه ديال الزبيب اللي كنت غاسلاه مزيان ومرقداه في الماء وخديته وحطيته في واحد الصفايه حتى تصفى من الماء اللي كيكون فيه. صافي درتو في القاع ديال الكسكاس وغادا ندير دابا هاد الكميه ديال الشعريه كلها من بعد ما كتفور التفوره الاولى والثانيه راها كتنزل بطبيعه الحال. صافي واخا كيبان لكم الكسكاس شويه عامر راه من بعد ما غادا تطلع فيه التفويره راه غادي يعاود ينزل. صافي غادي نحاول نجمع ديك القصريه مزيان. شكون اللي فيها بحال هاد القاعده هادي انا كنبقى نجمع في القصريه حتى كنجمع الحبيبات كاملين. صافي هنايا بعد ما حطيتها فوق البوطه ودازت واحد 10 حتى 15 دقيقه بدا الفار كيطلع. خديت واحد الفرشيطه وكنتكها بهاد الطريقه هذه. كدير فيها دوك الثقبات كيف ما كتشوفوا معايا باش كيدوز منهم الفار. انا هنايا راني بدلت ديك الغلاقه صراحه كنت نسيت ودرت الغلاقه ديال الكاميله هي اللي درتها فوق الكسكاس حيت كيتشابهوا ما رديتش ليها البال بينما راها صغيره. حتى من بعد بدلتها ماشي مشكل. هنايا الدجاج ها هو كيف ما كتشوفوا معايا راه كيطيب. وهنا غادا نوجد معكم ديك الخلطه اللي كنسقيو بها الشعريه ديالنا وكتزيدها واحد المذاق زوين بزاف وكتخليها كتجي فتيه وطيبه مزيان وزوينه الصراحه كتعطيها واحد المذاق لذيذ وزوين بزاف. درت 2 كيسان ديال الحليب. عندي هنايا تقريبا نص كاس ديال العسل اللي كنت وجدت معاكم. كنت وجدته معكم شحال هادي وديك الطريقه ولات معتمده عندي. نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. كيجي فيه واحد المذاق زوين بزاف بحال داك اللي كيتباع في المحلات الكبار. عندي كيف ما شفتوا 3 معالق ديال الزبده. هنايا بعد ما حطيت الحليب فوق البوطه وبدا كيسخن صافي خديته ودرت ديك الزبده وغادا نخليها حتى كتذوب مزيان. هنايا من الاحسن تخدموا بالزبده اللي كتكون ماركه مزيانه كتعطي واحد المذاق زوين بزاف. هذا الخليط هذا احسن ما تخدموا بشي زبده اخرى اللي كيكون المذاق ديالها ما زوينش. اللي كيعجبو المذاق ديال المزهر يمكن ليه يزيد واحد ربع كاس ديال المزهر اولا واحد الساشيه ديال السكر بنكهه الفاني ولا بنكهه زهره البرتقال. انا الصراحه ما درتهمش ما كانوش متوفرين عندي علاش ما زدتهمش. يمكن لكم تزيدوا حتى واحد العويد ديال القرفه. صافي هنايا بعد ما الخليط ديالي غلا مزيان راني طفيت عليه البوطه وخليته على جنب ودزت هنايا لداك السفه بعد ما طلعت فيها تفويره مزيان. ها نتوما
وداك الزبيب حتى هو راه كيبان لكم طاب مزيان، حيت كيكون في التحت ديال الكسكاس راه كيطيب مزيان. صافي غادا نحاول نفككها بهاد الطريقه هذه. دابا راه صراحه سخونه بزاف وما غاداش نزيد الماء في الاول، داكشي علاش فككتها بالفورشيطه. الفورشيطه كتخليها كتفكك من بعضياتها بلا ما كتهرس لا حتى شي حاجه. كيف ما كتشوفوا معايا راها ما كتعجنش بمره. صافي دابا غادا ناخذ وغادا نزيد داك الخليط بعد ما دفى غير واحد شويه، المهم باقي شويه سخون. وحتى الا كان سخون بزاف ما تخافوش منه، راه ما غاديش يخسر لكم الشعريه ديالكم. صافي دابا غادا نحاول نشرب هذاك الخليط اللي كبيت. صافي هاد التصفيره اللي غادا ندير دابا هي الاخرى. هاد الخليط تخليوه حتى التصفيره الاخرى عاد ديروه. صافي غادا نخلي هاد الشعريه ديالي في القصريه واحد 10 ديال الدقائق حتى كتشرب داك الخليط اللي درنا عليها. صافي دابا راها تشربت مزيان كيف ما شفتوا. صافي وغادا نخليها واحد المده. هنايا راني غطيتها وخليتها تقريبا واحد 10 حتى ل 15 دقيقه بعد ما تشربات ونشفت مزيان. ها نتوما كيف ما كتشوفوا راه ولات كتبان ناشفه وحتى الطياب راها طايبه مزيان. انا وريتكم كيفاش طابت، ضغطت عليها بحال هكا بصباعي، ولكن مع زربت الفيديو ما بقاتش باينه ديك اللقطه بمره. صافي غادا ناخذ وغادا نطلع فيها تصفيره باش غادا نحطها. انا هنايا جاتني الكميه شويه كثيره، ما غاداش نفور كلشي دابا. غادا نخلي ديك الكميه حتى من بعد غادا نديرها في واحد الاناء وغادا نحتفظ بها في الثلاجه. راها مكثر عليها حتى شي حاجه كتبقى زوينه. غير غطيوها مزيان. انا ما عنديش شي سوبيره اللي هي كبيره اللي غادا نجمع فيها هاد الكميه، داكشي اللي درتها في داك البانيو. غادا ندير عليها واحد البلاستيكه وغادا نحتفظ بها في الثلاجه. خليتها حتى لنهار الغد عاد سخنتها ليهم، طلعت فيها تصفيره صراحه كتجي زوينه. صافي هنايا غادا نقدمها معكم في هاد الطبسيل هذا. نتوما التقديم والتزيين كيبقى لكم اختياري. غادا نقترح عليكم هاد الطريقه هذه اللي هي بسيطه وسهله وفي نفس الوقت كتجي زوينه وكتشهي. صافي حطيت داك الدجاج بعد ما خليته حتى تدغمر مزيان وتحمر غير في ديك القاميله كيف ما شفتوا معايا. غير ديروها على عافيه اللي تكون مهيله ما تكثروش فيها الماء. الا درتو ديروا واحد نص كاس ديال الماء ما تفوتوش. مع الوقت اللي كطيب السفه راه كيطيب مزيان، واخا غير في القاميله ما سادين عليه ما حتى شي حاجه. كنخليه حتى كيتحمر. صافي هنايا السفه ديالي زينتها بشويه ديال الكاوكاو مهرمش مقلي ومهرمش بحال اللي القشور، شويه ديال القرفه وشويه ديال السكر كلاصي، واحد شويه ديال اللوز اللي خديته حتى هو فسخت ليه القشره ديالو وقليته وزينت بيه. صافي وقدمتها مع شويه ديال السكر كلاصي حيت كيف ما شفتوا معايا في الداخل راني درت غير داك حساب نص كاس ديال العسل، بغيتهاش تجيني حلوه بزاف. صافي وحطيت السكر، اللي بغى السكر راه كيزيد. هانتوما كيفاش كتجي راها كتجي فتيه وطيبه مزيان. واحد المذاق ما نعاودش لكم، كتجي لذيذه وزوينه بزاف. غير جربوها على حسابي، انا متاكده الا جربتوها غادا تعجبكم وتعجب وليداتكم وتحمر لكم وجهكم حتى قدام الضياف. علاش لا؟ حيت كيجي فيها واحد المذاق اللي لذيذ وزوين بزاف ومتميز وكيجي فتيه ورطبه. غير جربوها على حسابي راه ما غاديش تندموا. وإلا عجبكم الاقتراح ديال اليوم الله يجازيكم بخير. ما تنسوش خليو لي واحد اللايك وواحد التعليق. شكرا لكم بزاف والى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد.